3 ايام نقضيهم بالضيعه، ايه والله مده طويله ويمكن نموت فيها من الضجر. يعني خليها يوم واحد بس. شو رايك انت ربيع؟ انا مع هالراي، واذا بده يضبطنا لنكون ناس محترمين واكابر يوم واحد كتير. عابد اغا هيك امر، بده اياكم تنزلوا بضيافته 3 ايام لحتى يعرف اذا كنتوا من علية القوم مثل ما بحكي له عنكم، ولا من اسفل القوم مثل ما هو مفكر ومثل ما هي الحقيقه. الحكايه هيك صارت جد بشير؟ جد و60 جد. بعدين بدكم تحطوا بحسابكم انه طول هالمده انتوا تحت المراقبه، يعني اي غلطه بتعملوها رح ادفع ثمنها انا. اول شيء رح بين قدام اهلي بمنظر الكذاب، وثاني شيء رح انحرم من المصروف، وثالث شيء يمكن ابي يحرمني من رفقتكم. كل شيء ولا هالشيء بشير؟ يا ربي يا ربي دخيلك لا تفضحنا. سوق مبسوطة عنا؟ كثير مبسوطة كثير يا ست. أنا ما كان عندي أهل وأنتوا صرتوا أهلي، خاصة أنت يا ست فضة، بعتبرك مثل أختي. مرحبا فضة. أهلين. شلونك سكينة؟ أهلين يا أغا. الحمد لله. شو وين أمك؟ في جماعة بيعزوا عليها وراحت تسلم عليهم، اجوا من السفر. لكان تعي انت فضة. خير؟ جايب رفقاتي معي من الشام وهي أول مرة بيزوروني فيها. بدي إياكي تستقبليهم وسكينة تعمل لهم شاي. طيب سبقني وأنا لاحقتك. سكينة شو رأيك؟ ببقى بهالفستان ولا بغيره؟ لا تغيري يا ست، طالعة فيه مثل الأميرات. هدول من المدينة، وأهل المدينة مأنزعين كتير وبيعيبوا. لا يا ست، الفستان حلو كتير، بس خليني أحط لك متفر كحلة. طيب. وصيت لكم على شاي، جيب لكم كعك؟ لا لا طيب قولوا لي شو الأكلة اللي جاي على بالكم تاكلوها مشان نوصيهم يعملوا لنا إياها. مو جاي على بالنا شيء. ما بدنا شيء. طيب ريحوا شباب ريحوا، البابا والماما مانن هون، وإذا رح تبقوا 3 أيام على الحالة يمكن تخشبوا. أهلا وسهلا بالضيوف. اهلا وسهلا فيك يا انسه فضه. اهلا وسهلا فيك. تفضلوا عدوا ارتاحوا. عرفوا أختي فضة بحالكم شباب. انا ربيع. وانا سالم. تشرفت بمعرفتكم. فضة خليكي مع ضيوف وأنا رايح غير ثيابي. بالإذن. اذنك معك يا اخي. اذنك معك. كيف الطقس بالمدينة؟ مثل هون ولا أحسن؟ مثل هون. هون احسن. الشاي يا ست. حطي الشاي قدام الضيوف. بتصبوا الشاي بإيدكم ولا صب لكم إياه أنا؟ لا يا ست ارتاحي انت، نحن بنصب. سكينة سكينة. نعم يا ست. تعي امسحي الشاي. حاضر. عفوا يا انسه ما انتبهت. ولا يهمك ربيع أفندي، بتصير.
بشير ابني رفقاتك صحونهم مثل ما هي. تسلم يا خالي. ولو يا ابني أهلا وسهلا فيكم، البيت بيتكم. مجرد ما دخلتوا البيت اعتبروا حالكم بمقام بشير. شكرا كثير. شكرا. تسلم يا خالي. أهلا وسهلا. لوين أخذت رفقاتك اليوم يا بشير؟ أخذتهم على الوادي وبطريقنا مرينا على القلعة. وإن شاء الله عجبتكم القلعة. الحقيقة يا آغا كانت زيارتنا للقلعة قصيرة وما كافية لحتى نتمعن عظمتها ونكشف أسرارها. هيك قلعة بهيك عظمة بتحتاج لوقت طويل لحتى نكشف سر عظمتها. شو هي الأساليب المعمارية والهندسية اللي اتبعت فيها، وشو هي المناورات وتفاصيل الدفاع عن كل قلعة، وكيف كان يتم حصارها والاستيلاء عليها وتدميرها. وبصراحة يا آغا من لما وصلنا للقلعة شعرنا بتأنيب الضمير لأنه معلوماتنا عنها قليلة كتير، ولحسن الحظ اتفقنا من اليوم ورايح يزيد اهتمامنا بالتاريخ، على الأقل لنحصل على جواب لسؤال محيرنا دائما: ليش إنساننا القديم قدر يبني هيك قلاع عظيمة بالحجر المنحوت وإنساننا هلأ ما عم يقدر يبني بيوت من خشب وطين؟ لازم نعرف السبب يا آغا، لازم نعرف السبب. سؤالك كتير مهم يا ابني، مهم جدا، لأنه إنساننا اليوم كسول ومتراخي وبيعتمد على غيره، ومشان هيك بتشوف الدنيا سابتنا وسبقتنا، ومن الصعب كتير إننا ننجز شي مهم. بشير. نعم آغا. رفقاتك قديش ضالين بضيافتنا؟ 3 أيام. لا 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 يا ابني، 3 أيام كتير قليل، لأنه هيك أحاديث من الصعب كتير ومن النادر إنه نسمعها بهيك منطقة. أنا حبيت حديثكم وبدي إياكم تضلوا بضيافتنا أسبوع، وأهلا وسهلا فيكم. فينا إذا سمحتي. نعم، ليش لاحقني لهون؟ شو بدك؟ أنا اسمي تميم. طيب يا تميم، أنا عرفت شو اسمك، وإذا كان عندك شي تاني بدك تقول لي إياه خليه لبكرة. ارجع كمل سهرتك، امشي. شبك ربيع؟ شو صاير لك؟ ليش قلقان؟ من أول ما شفت لفظة يا سالم ما بعرف شو اللي صابني. بكير على الحكي يا ربيع، بكير. بعرف إنه بكير بس مو بإيدي، مو بإيدي يا سالم. طيب يلا تعال.
جاي على بالي اتمشى شوي. على راحتك. كيف حاسة حالك يا بنتي؟ الحمد لله. شكور الرب يا حجاب. لالي رجعت مثل ما كانت. الحمد لله. الحمد لله على السلامة يا لالي، الحمد لله على السلامة. I'm afraid you have forgotten all about horsemanship, Barry. I don't think so. I've let you overtake me, only to see how the horse is carrying your body as it races up. And what did you see? I like what I saw, exactly as I'd always expected. Shall I regard this as a compliment? No, it's rather a fact that must be told. It's the truth. Your body is like a wind, as it's seen by a man. He'd feel as if he's being hit by a hurricane that's about to pull him up by the roots. It's too warm in here. I'm sweating. Women don't sweat. It's rather horses that sweat. But women only glitter. Let's go, Barry. شو عمران؟ أنا شايف مواردنا السنة هي أقل من السنة الماضية بكتير. الله وكيلك يا أغا، لا قرش زيادة ولا قرش ناقص. بعرف يا عمران بعرف، أنا ما عم خونك، عم بسألك شو السبب؟ معلومك يا أغا، بعد ما سامح بشير أغا الله يسلمه الفلاحين من حصص المواسم قل الوارد كتير. شو أخبار هذي الفلاحين عمران؟ جمعناها من كل بيت يا أغا، صابون، سكر، رز، زيت، كله مكتوب بالاسم وجنبه شو بعت وقديش بعت. ليش في حدا ما بعت هدايا للآغا؟ طبعا يا أغا، كلهم يا مسافرين يا غايبين عن بيوتهم. المهم لازم نعرف كيف نعوض النقص بالمواسم، لأنه الضريبة اللي عم ندفعها للدولة أعلى بكتير. في حلين يا أغا. أول حل نضاعف الضريبة ونفرض نقطة الآغا. كل عرس بينقام ضيعنا يا أغا
لازم على أهالي العريسين يبعثوا لحضرتك ليرة ذهب ملفوفة بمنديل حرير. والحل الثاني عمران؟ بنبيع محصولنا للتجار الإنجليز دغري، وهيك بنكون ارتحنا من تجار المدينة وربحنا الكمسيون. وكيف بدنا نبيع للإنجليز دغري وما في بيناتنا لا معرفة ولا تجارة؟ حسب علمي القنصل الإنجليزي صاحبك وصديقك وما بيرد لك طلب. بعدين بكفي للقنصل الإنجليزي أنه يعطي إشارة بإيده لحتى يرقدوا التجار الإنجليز وينفذوا أوامره بطرفة عين. ماشي عمران، أنت امشي بالحل الأولاني وقول للأهالي هي أوامر الآخر، وأنا بمشي بالحل الثاني ونشوف شو بيصير معنا. أمرك يا أغا، تأمر شي تاني؟ خليك بضيافتنا اليوم عمران، بجوز احتاجك بشغلات ضرورية. أمرك يا أغا. رسلان. نعم يا أغا. بعت لي بشير. حاضر يا أغا. شو بدنا نساوي يا ستي؟ والله ما بعرف. خير انسه فضة، خير ان شاء الله ما صار لك شيء. لا الحمد لله ما صار شيء. ايه الحمد لله الحمد لله. المهم انت المشكلة ما بعرف كيف بدي رجع الحنطور على الضيعة، والحصان مثل ما انت شايف ما بقى قادر يجره. هلا هي المشكلة بسيطة، حلتها كثير بسيطة، أنا بجرها. بس هيك صعب عليك، الحنطور تقيل وانت ضيفنا مو حلو يعزبك معي. ولو لك معقول اترككم ترجعوا لوحدكم على الضيعة؟ ايه أنا براسي بجرها. لكان بنسبقك أنا وسكينة مشي. والله ما بتمشوا مشي. لكان شو بدنا نعمل؟ تطلعي أنت وياها بتقعدوا بقلب الحنطور وأنا بجره. ايه مثل ما بدك. منير شو في؟ عطتها حية. بيري دكتور. Alright. منير خلينا ناخذها على البيت. ولهذه الأسباب القاهرة مجتمعة جئنا نستعطف معاليكم طالبين من جنابكم أن ترأف قلوبكم بحالنا. وإننا
إذ نشكو حالنا لسادتنا وأولياء أمورنا من ذوي القلوب الرحيمة والأيادي البيضاء النظيفة والأخلاق الحميدة، ومن سلالة الحسب والنسب الرفيع وأبناء العز والكرم والشهامة. ودمتم ودام عزكم وأغرقكم الله بالخيرات والنعم، ونصر الله مولانا السلطان لآخر الزمان. مخدومكم ومقبل أياديكم الفقير لله تعالى، عابد آغا. بالإذن منك آغا، هيك قفلت الرسالة بدون ما تذكر لسعادته شو طلبك منه؟ معقول إني ما تذكرت؟ لا هيك ما بصير. حضرتك شو بدك منه؟ بدي منه يوصي هالكلاب ولاد الكلاب تبعون المالية، بالرغم انه هو كلب ابن كلب مثلهم، انه يخففوا ايدهم علينا شوي بالضريبة ويأجلوا لنا الديون السنة هي للسنة الجاية، لانه السنة هي وضعي المالي كتير سيء. طيب حضرتك ارتاح وانا بكتب له هالشي. على فكرة بشير، رفقاتك يا بشير هدول أفندية ومتعلمين وولاد حسب ونسب، وبدي اياك تحافظ عليهم. Thanks God you are doing well, Miss Laura. The doctors reassured me about her state, Mr. Consul. The pulse is fine, temperature is slightly up, no problem. The body is fully activate and healthy. That's all reassuring, Mr. Consul. What Munir did was very helpful indeed. He could rid her body of a lot of the snake's poison before it mixed with the blood and ran through the veins. Well, what he's done was absolutely fantastic. He's such a brave boy. I'm quite appreciative to him, Christine. Excuse me. Make sure to look after her, Christine. Get well soon, Laura. Now, after the doctors reassured us about your condition, I must admit something. I've never known that I love you so much. I felt I'd die of grief if any harm came over you. I know this, Christine. No need to tell me. But what I now know for sure is none of us must stroll outside the house alone. One must accept some conspiracy or surprise in every step he takes. You see, had Munir not been beside me, I'd have been dead by now. By the way, where's Munir? He's gone back to the stable to search for the snake and kill it. الحمد لله على سلامتك ست لورا. مروان، هذا الشيء اللي عم تعمله يا ابني مو صحيح. أنا متفهم يلي صايبك، بس ماني متفق معك، لأنه الحياة ما بتوقف عند مرة، وخاصة إذا كانت هالمرة غجرية ما إلها وطن وما إلها حياة خارج خيمتها وفرقتها. أنا ما رح أضغط عليك، أنت حر، بس أكتر شيء بيوجع الأب بحياته إنه يشوف ابنه الوحيد ذليل ومهزوم. قوم خدني مشوار.
حاسة حالي قلقانة ومتوترة شوي، ما رح أقدر نام بكير. الدنيا ليل كريستين. ليش أنت بتخاف من الليل؟ لا، أنا بخاف عليك. أنا بقى بس كون معك ما بخاف من شيء، حتى لو أخذتني على غابة مليانة وحوش. لوين جاي على بالك تروحي؟ ما بعرف، بس جاي على بالي نروح نمشي 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 لحتى نتعب، بعدين بنرجع على البيت. مثل ما بدك. يلا. Yes, Elizabeth. It's hard for me to imagine how strange it can be for an Englishwoman. His shivering wet lips gave me the healing antidote against the deadly poison of the snake. The ecstasy I had then quashed the pain, so I forgot about my pain and I did my best to affect self-possession. For it is still too early to surrender to passion and emotions shamelessly. It's fear, Elizabeth. What I fear most is that he'd be distracted from me by his dream about Christine, and I would be terribly shocked if I find out that Christine does love him in return. His beauty, his naughty eyes, and all his person dazzle me. It's hard for me to resist him. It's a folly, but one that would be difficult for me to end. خير، شو في؟ ربيع مصر يمشي، ما بعرف شو اللي غير حاله. شبك ربيع؟ شو اللي زعجك؟ ما في شيء، بس عندي شوية شغل. ها، عم تحاكيني وكأني ما بعرفك. من وين اجى الشغل؟ خلص بشير، قلت لك بدي امشي يعني بدي امشي. مثل ما بدك، رح بلغ أبي برغبتك. وقفي يا ستي وقفي، أنا تعبت، هلا بتدوخي. أنا عم دور مشان دوخي يا سكينة، دوري معي أنتِ كمان، دوري. لا يا ستي ما بدي، أنا بدي أنتظرك مشان إذا دختي ما على الأرض. أنا دخت يا سكينة، دخت. قلت لك بدك تدوخي يا ستي. سكينة، ليش ما فيني طير؟ طيران بده جناحين يا ست. منين فينا نجيبهم يا سكينة؟ الحب يا ستي بيطلع لنا جناحات. الحب؟ بتمنى تتكرر زيارتكم إلنا بين كل وقت ووقت، ورح تلاقوا بيتنا مفتوح قدامكم. تسلم يا أغا. يلا، شرفنا بمعرفتكم. مع السلامة. تسلم أغا. مع السلامة. الله يسلمك أغا. بشير، انت امتى راجع يا ابني؟ بكره العصر ان شاء الله. بالسلامة ان شاء الله. الله يسلمك. الله معكم يا ابني، مع السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. يلا شباب. يلا. شبك ربيع؟ شو في؟ ما عندي مزاج. شو قلت؟ شو قال ربيع سالم؟ خلص أغا مشيها، صارت مفهومة. بس أنا غبي ما بفهم. بعدين شو هذا المزاج؟ شغلة بتنلبس بالرجل ولا حبة بتطلع بالراس؟ رجاء بشير، إذا رح تضل تحكي هيك
رح ازعل منك واترك السهرة وامشي. لا إذا هيك الشغلة صار فيها سر. وهيك سالم؟ سر؟ السر شو؟ أنا عم أقول لك السر عند ربيع، تسألني إلي شو هو؟ صحيح انه نحن اصدقاء وقريبين من بعض كثير، بس هذا ما بيعني ابدا انه اعطي لحالي الحق بانه اتدخل بحياتك وغير لك اياها. بس بما انه هلا عم نحكي بموضوع شخصي، لازم تعرف انه السيد الوالد هو اللي طلب مني اني افتح معك الموضوع وناقشك فيه. مشان هيك جبتني لهون؟ صحيح. المرة الماضية لما اجينا على هذا المطعم وسهرنا سوا، لاحظت انه هي الاجواء بتجذبك وبتغريك وبتخليك اكثر حرية وصراحة مع حالك ومعي. شو اللي حابب تعرفه مني طلعت؟ قبل ما اعرف منك اي شيء، انا بدي اياك تعرف انه والدك كثير متضايق من رفضك المتكرر لفكرة الزواج، وهو ما ملاقي اي سبب منطقي يخليك ترفض او تتردد. على كل، قبل ما نحكي اي شيء، انا حابب اني اسمع منك رد على هذا الكلام. هي مشكلتي. أنا عندي جواب بقدر أقول لك إياه، بس ما بقدر أقوله لأبي. أنا مالي رافض الزواج كمبدأ، أنا رافض الزواج من بنت ما بحبها. بس حسب ما فهمت إنه والدك ما عنده أي اعتراض على أي بنت أنت بتختارها. مزبوط، بس حتى بهالحالة بتكون المشكلة ما انحلت لسبب بسيط، هو إنه الإنسان اللي أنا بحبها وحابب إني أتزوجها ما عادت موجودة بهالعالم. أنت عم تألف شعر ولا عم تحذرني حزيرة وعم تطلب مني إني حلها؟ لا هي ولا هي طلعت. اللي عم أقول لك إياه هو الحقيقة، الحقيقة اللي عم عاني منها. بتتذكر لما حكيت لك عن أميرة غجرية مرت بخيالي واختفت فجأة؟ هاي الأميرة ما كانت خيال، كانت واقع. التقيتها صدفة وحبيتها بتهور، وما لحقت أظهر لها الحب حتى غابت واختفت. وبعد مرور كل هالزمن ما قدرت أنساها، وصرت على قناعة أني ما ممكن أحب وحدة تانية غيرها. ومثل ما بتعرف الزواج قائم على الحب أولا وآخرا، فإذا كان من حقي أني أنا أعذب حالي بهيك حب مجنون، فمو من حقي أبدا أني أعذب إنسانة بريئة بالزواج منها وأنا بعرف سلفا أني ما ممكن أحبها. وأنا عايش على أمل أني ألتقي فيها ولو بعد سنين. تعرف يا مروان إنك فاجأتني بأفكارك الغريبة هي. أنا بعرفك شاب واقعي وعملي، بتعرف إمتى تنجرف وراء أهوائك وإمتى تتراجع عنها. مو معقول أبدا تربط حالك لمصير مجهول وتحط قدرك بإيد إنسانة ما بتعرف عنها أي شيء، ولا بتعرف مكانها، ولا بتعرف أصلا إذا كانت موجودة. كل شيء ممكن نشرحه إلا المشاعر، منضل عاجزين عن شرحها. طلعت إذا ما لقيت اللي بحبها رح أتعذب، وإذا تزوجت غيرها كمان رح أتعذب، والنتيجة بالحالتين واحدة. بصراحة ما حدا بيفكر بهي الطريقة إلا إذا كان شاعر خيالي أو مجنون. أنا الاثنين سوا طلعت، شاعر ومجنون، لأني بؤمن إنه دائما بالحياة في شخص عم ينتظر شخص تاني. يمكن يكون بجزيرة، بصحراء، بقلب مدينة كبيرة، بس يلتقي هالشخصين وتلتقي نظراتهم بيغيب الماضي بعذاباته، وما بيبقى شي حقيقي غير هاللحظة، وأنا عم انتظر هاللحظة. ولأمتى بدك تضلك عم تنتظر؟ بلكي ما اجت هي اللحظة. ما بعرف، بس طول ما أنا عم انتظر ما رح أقول لإنسانة تانية إني بحبك.
نعم يا أفندي. شو نوفا؟ ما هيك اتفقنا؟ على شو اتفقنا؟ اتفقنا البنت الثانية ترقص، ما هي؟ البنت الثانية بطلت رقص وما اجت معنا. ايه تصطفلي، يمكن اصحاب الحفلة ما يعطوكي اجار الحفلة. شبك خالي؟ ما في شي حبيبتي، لا تخافي. بس الناس ما عجبهم رقص لالي وبدهم اياكي ترقصي بدالها. بالحقيقة هيك كان الشرط، وإذا ما نفذناه ما رح يعطونا أجرتنا. اسبقيني خالي. خلاص يا شباب، البنت الثانية جاية ترقص. I expected him to be skilled, but not to this extent. I'm afraid he might outmatch his teacher in playing piano. That won't bother me. One can never be really disinterested when outmatched by someone else, except when that someone has a special place in one's heart. Say it frankly, except when you love that person. All right.
This is what I wanted to say. Then you're right. I'm really fond of this man. Although this won't please you. Obviously. One must respect human feelings, even when they try to direct it towards people of less worth and status. But then, you'd be dishonoring yourself. I may follow this young man, even if he leads me to the gates of hell. I disagree with you, but I can understand the wrong decision that a girl feels obliged to accept when she's away from home. ثانك يو منير. Not at all, sir. روح لغرفتك. Mr. Consul, you've just revealed to us an incredible miracle. It seems so strange that these degraded countries produced a young man who can play European music and one who could learn to speak English in a very short time. Had you not told us about who he was, we would have thought him one of the guests. And this is what I wanted to explain to you, ladies and gentlemen. Our effort in these countries will never be wasted. We must stretch our hand to help those who are inferior to reach our high position. On the other hand, you mustn't forget the charm of our civilization and how easy it can penetrate into depth of souls. Ladies and gentlemen, on this occasion, I'd like you to offer you thanks to my daughter Christine, who dedicated her life, heart and soul for this noble aim. شو قلتي لي؟ أنا فتحت الموضوع مع أمك وأبوك. ناطرين جوابك. بعدين يا سعد، بعدين. ليش بعدين؟ أنت طبتي وأنا مأمن حالي. والموضوع فكرة قديمة. ليش نأجله؟ عم قل لك بعدين. أنت ما بتفهم بالحكي. يا لالي هيك مواضيع ما بتتأجل. بالي رح يضل مشغول. أنا عم أجل جوابي من شانك، لأنه إذا بدي جاوبك هلأ بدي أقول لك لا. اتركني لحالي أحسن لك.